من سنين طويلة ومصر بتواجه تحدي وجودي كبير اسمه سد النهضة. السد ده مش مجرد مشروع لتوليد الكهرباء في أثيوبيا، لكنه بيمثل تهديد مباشر لحصة مصر من مياه النيل، الشريان الرئيسي لحياة أكتر من 100 مليون مصري. في الحلقة دي هنحكي القصة من أولها، نفهم الموقف المصري، نحلل التحديات، ونشوف مع بعض احنا رايحين على فين. تعال نحكي الحكاية من الأول واحدة واحدة. ركز معايا في الفيديو ده وصدقني هتنبهر. بس الأول ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصل لك كل جديد. انت مين؟ تقول على مصر احنا انتصرنا على مصر؟ تنتصر مين؟ اقسم بالله لو تشيل بس الحدود يدش عليك الجيش المصري هي ساعتين. فراعنة هذول. قسما بالله اللي حيقرب لها لأشيله من فوق وش الأرض. أرضي وأنا حر، ولا تلومن إلا أنفسكم. عيب أنتوا بتتعاملوا مع ناس كبار. البداية كانت في أبريل 2011 لما الحكومة الإثيوبية أعلنت عن تدشين مشروع سد النهضة العظيم على النيل الأزرق بالقرب من الحدود الإثيوبية السودانية. المشروع اتبنى على طموح كبير بتحقيق التنمية وتوفير الكهرباء لأكثر من 60% من الشعب الأثيوبي اللي ما كانش عنده كهرباء منتظمة وقتها. التمويل كان نقطة محورية. الحكومة الإثيوبية قررت تعتمد على مصادر داخلية علشان تمول المشروع، ومنعت أي تمويل خارجي رسمي في البداية خوفاً من الضغوط الدولية. فعملوا حملة ضخمة داخل أثيوبيا جمعت فيها الحكومة تبرعات من الشعب واقترضت مبالغ ضخمة وطرحت سندات للمواطنين والعاملين في الخارج. رغم كده في تقارير غير مؤكدة بتقول إن بعض المؤسسات الأجنبية كان لها دور غير مباشر في التمويل زي بعض الشركات الصينية والإسرائيلية، لكن سرعان ما تحول المشروع من مجرد سد لتوليد الكهرباء لنقطة نزاع إقليمي. مصر شافت إن المشروع ممكن يضرها بشدة لأن النيل الأزرق بيوفر أكتر من 85% من مياه نهر النيل، المصدر الرئيسي للمياه في مصر. أما بالنسبة للمواقف الدولية فالاتحاد الأفريقي حاول يلعب دور الوسيط لكن من غير نتيجة قوية. أما أمريكا فكان لها موقف متقلب خاصة بعد تدخل إدارة ترامب سنة 2020 في محاولة للوساطة، لكن المفاوضات فشلت لما انسحبت أثيوبيا في اللحظة الأخيرة. الاتحاد الأوروبي والصين كمان حاولوا يدخلوا في الوساطة لكن ما حصلش اختراق حقيقي. كمان السودان اللي المفروض يكون في نفس الصف مع مصر موقفه كان متذبذب في بعض الأوقات. السودان دعم مصر خصوصاً لما حصلت مشاكل فنية في السد زي الزلازل أو فيضان مفاجئ، لكن في أوقات تانية السودان شاف في السد فرصة لتنظيم الفيضانات وتوليد الكهرباء. وكل ما الوقت بيعدي كانت أثيوبيا بتستكمل خطوات بناء السد وتعبئة الخزان من غير ما توصل لاتفاق مع مصر والسودان، وده خلى الموقف المصري أكتر حدة. ولحد سبتمبر 2023 أثيوبيا أعلنت إنها خلصت المرحلة الخامسة من الملء، وسعة التخزين وصلت لأكتر من 60 مليار متر مكعب، يعني قربت توصل للسعة القصوى اللي هي 74 مليار متر مكعب من غير أي اتفاق قانوني ملزم. الوضع ده خلى ملف سد النهضة يتحول من ملف فني لمشكلة سياسية واستراتيجية بتأثر على أمن مصر المائي، واللي بقى جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. مصر وأثيوبيا، هل المواجهة قريبة؟ مصر بتشوف إن أي تهديد لحصتها من المياه هو تهديد لحياة شعبها. الرئيس عبد الفتاح السيسي قالها أكتر من مرة وبصيغة واضحة: المية خط أحمر. ومعنى الكلام ده إن لو المفاوضات فشلت ومصر فقدت السيطرة على مياه النيل ممكن تلجأ لأي وسيلة للدفاع عن حقوقها. الخيارات العسكرية قدام مصر متنوعة لكنها كلها حساسة ومليئة بالتحديات. أول وأشهر خيار هو الضربة الجوية باستخدام طائرات زي الرافال والF-16. التقديرات بتقول إن الطائرات دي ممكن تطلع من قاعدة برنيس الجوية في البحر الأحمر وتضرب السد مباشرة من غير ما تحتاج تتزود بالوقود في الجو، وده بيرجح إمكانية التنفيذ من الناحية الفنية. لكن الخبراء بيقولوا إن الضربة الجوية لازم تكون دقيقة جدا لأن تفجير غير محسوب ممكن يسبب كارثة إنسانية في السودان بسبب فيضان هائل، خصوصاً إن السد على بعد أميال قليلة من الحدود. كمان لازم يكون في تنسيق مسبق مع السودان سواء علني أو غير معلن علشان يسمح للطائرات بالمرور أو يساهم في الإجلاء السريع للمدنيين. البديل الثاني هو عملية خاصة برية عن طريق وحدات القوات الخاصة المصرية، وده بيشمل تسلل لموقع السد وتعطيله بتفجيرات موضوعية.
الميزة هنا إن الأضرار هتكون أقل على المدنيين، لكن الصعوبة إن القوات دي هتواجه مقاومة قوية مع الجيش الأثيوبي، وممكن تحصل خسائر بشرية كبيرة. غير كده نقل المتفجرات والمعدات التقيلة هيكون صعب من غير دعم لوجستي محكم. في كمان خيار الحرب الإلكترونية والتشويش على أنظمة التحكم والتشغيل داخل السد، بس ده محتاج معلومات دقيقة جدا عن البنية التحتية التقنية، ومصر ما أعلنتش عن امتلاكها لتكنولوجيا بالحجم ده في المجال ده، وإن كانت بتطور قدراتها بشكل ملحوظ. أخيراً ممكن يكون في مزيج من الضغط السياسي وعمليات استباقية سرية وتضييق اقتصادي على أثيوبيا من خلال التعاون مع أطراف دولية، وده بيعتبر الخيار الأذكى لأنه بيقلل الخسائر وبيحفظ الدور المصري الإقليمي. تحليل الموقف بيقول إن أي قرار هيكون في وقته المناسب ومرتبط بآخر تطورات في المفاوضات واستعداد مصر لأي نوع من التصعيد لو لازم الأمر، لكن الأكيد إن مصر بتجهز كل السيناريوهات ومش بتستبعد ولا خيار. تصريحات ترامب ودورها في إشعال الأزمة. في أكتوبر 2020 خرج ترامب بتصريحات غريبة جدا، وقال إن الوضع في سد النهضة خطير جدا ومصر ممكن تروح تفجر السد. الكلام ده كان وقت ما كان في محادثات في واشنطن برعاية أمريكا، لكنها فشلت. تصريحات ترامب اتفسرت على إنها فخ شبه اللي عملته أمريكا مع صدام حسين قبل غزو الكويت. وقتها أمريكا أوحت لصدام حسين إنها مش هتتدخل، وبعدين حصل الهجوم الأمريكي، فالمشهد بيتكرر وترامب بيحاول يورط مصر في ضربة عسكرية تعطي أمريكا مبرر للتدخل في المنطقة. مصر ما وقعتش في الفخ، الرد المصري كان دبلوماسي جدا ومفيش أي تحرك عسكري أو تصريح عدائي، وده بيأكد إن مصر بتحسب خطواتها كويس جدا ومش عايزة تدخل في حرب ممكن تدمر المنطقة. التحديات الفنية الخطيرة اللي بتواجه سد النهضة. السد من الناحية الفنية مش بالصورة اللي بتحاول أثيوبيا تظهرها. لحد دلوقتي من بين 13 توربينة المفروض يشتغلوا ما تمش تركيب غير 2 بس، وأدائهم أقل بكتير من المتوقع، وده معناه إن الهدف الأساسي من السد اللي هو توليد الكهرباء مش بيتم بشكل فعال. غير كده المنطقة الجغرافية اللي مبني عليها السد فيها مشاكل كبيرة زي التربة البركانية الضعيفة والوديان العميقة اللي بتسرب المية. كمان حصلت زلازل في المنطقة، وده زود المخاوف من استقرار السد تحت ضغط أكتر من 60 مليار متر مكعب من المية. شبكة الكهرباء اللي المفروض تنقل الطاقة المولدة ما اكتملتش، وكمان الجسر اللي بيربط ضفتي السد لسه تحت الإنشاء. كل ده بيخلي السد عبء على أثيوبيا بدل ما يكون مصدر فخر. موضوع السد مش بس أزمة مصرية أثيوبية، لكن أزمة دولية كمان. في تقارير بتقول إن أمريكا كانت من أول الجهات اللي ساهمت في تمويل السد بشكل مباشر أو غير مباشر، لكن بعدين ترامب طلع ووصف التمويل ده إنه خطأ غبي، وده بيأكد إن في تضارب داخل الإدارة الأمريكية نفسها، وبيفتح باب لتساؤلات عن دور أمريكا الحقيقي. هل فعلاً بيدوروا على استقرار المنطقة، ولا بيحاولوا يستغلوا الأزمة لتحقيق نفوذ أكتر في القرن الأفريقي؟ إسرائيل ليها وجود قوي في أثيوبيا اقتصادياً وعسكرياً. في تقارير من صحف زي معاريف قالت إن إسرائيل بتشوف السد كورقة ضغط ممكن تستخدمها ضد مصر في ملفات تانية زي موضوع غزة أو تهجير الفلسطينيين لسيناء. الدعم ده مش ظاهر بشكل مباشر، لكنه بيظهر من خلال تعاون في مجالات الأمن والتكنولوجيا، وده بيزود قلق مصر لأن التوازن في المنطقة بيتأثر. مصر اختارت تمشي في طريق فيه حنكة، ما استجابتش لأي استفزاز، وبتشارك في محادثات مع الاتحاد الأفريقي وبتحشد الدعم في الأمم المتحدة، وفي نفس الوقت مصر بتطور قدراتها العسكرية وبتبعث رسالة غير مباشرة إنها جاهزة لأي سيناريو. وزير الخارجية المصري قال في مؤتمر دولي إن الأزمة ممكن تؤدي لحرب إقليمية لو استمرت إثيوبيا في النهج الأحادي، وده رسالة واضحة للمجتمع الدولي: يا تتدخلوا وتحلوا الأزمة، يا تبقوا مستعدين لنتائج غير متوقعة. إزاي السد أثر فعلاً على مصر؟ أثر السد بدأ يظهر بوضوح خصوصاً في موسم الزراعة. إثيوبيا خزنت 20 مليار متر مكعب من المية في موسم واحد، وده كان ليه تأثير مباشر على مصر. الحكومة اضطرت تستخدم مخزون السد العالي علشان تغطي النقص، وده شيء خطير لأنه بيأثر على الأمن المائي المستقبلي. المزارعين في الدلتا اشتكوا من نقص المية، وبعض الأراضي ما تروتش كويس. مشروع زي الدلتا الجديدة اللي بيحتاج حوالي 10 مليون متر مكعب يومياً اتأثر. الحكومة صرفت ميزانيات إضافية وضخت مياه من آبار جوفية، لكن كل ده كان ممكن يتجنب لو كان في اتفاق عادل. في النهاية إحنا رايحين على فين؟ الوضع معقد والمشهد الإقليمي بيزداد سخونة، لكن مصر ماشية بخطوات محسوبة، لا بتتنازل عن حقوقها
ولا بتتورط في مواجهات بدون حساب. الرسالة واضحة، المية خط أحمر، والسؤال اللي باقي، هل أثيوبيا هتراجع موقفها ولا الأزمة هتدخل في مرحلة جديدة؟ لو لقيت الموضوع مفيد شاركه مع غيرك علشان الكل يفهم الحقيقة. وزي ما بنقول دايما على القناة علشان لو حد سألك، لو لسه بتتفرج لحد دلوقتي شكرا إنك كملت معانا لآخر الفيديو. لو عجبك التقرير ما تنساش اللايك والاشتراك علشان يوصل لك كل جديد. نشوفك في الفيديو الجاي. سلام. انت مين؟ تقول على مصر احنا انتصرنا على مصر، تنتصر مين؟ اقسم بالله لو تشيل بس الحدود يدش عليك الجيش المصري هي ساعتين. فراعنه هذول. قسما بالله اللي هيقرب لها لأشيله من فوق وش الأرض. ارضي وانا حر، ولا تلومن الا انفسكم. عيب انتوا بتتعاملوا مع ناس كبار.